المتابعة والملازمة لأربعة أوقات فيه وفي غيره، أخص بها لأنها جزء من الأوقات المهمة، وهي الأوقات التي بنى عليها السلف الصالح بناء هذه الأجيال المباركة في أمة محمد. أولا آخر الليل، ومن لم يكن له قيام في آخر الليل عليه أن يبكي على نفسه. هذا آخر الليل هو واحد من الأوقات المهمة لمن يريد أن يرتقي إلى مقام الصدق وإلى مقام الصديقية ولو حتى في حدها الأدنى. هذا الوقت الأول، لأن هذا وقت الانفراد بالخلوة مع الله. الوقت الثاني ما بين صلاة الفجر إلى الإشراق، وهو وقت تقسم فيه الأرزاق بالنص. هذا الذي قال فيه الحبيب لسيدنا فاطمة إنه وقت تقسم فيه الملائكة الأرزاق، فينبغي أن تكون حاضر، وتعرفون الثواب والأجر لمن ذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين، ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. هذا الوقت الثاني، فمن كان ذاكرا فذاك، ومن كان طالب علم ففرغ ما بين الفجر، ما بعد الفجر إلى الإشراق، في دراسة، في تعليم، في حفظ، في تقرير مسائل، أيضا نال الثواب، لأن هذا الوقت يشحن الله فيه القلوب والأرواح والعقول بالمدد المعنوي والحسي. هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث ما بعد المغرب إلى العشاء، وكلها مدارس المسلمين على مدى تاريخها كانت تعقد بين المغرب والعشاء مثل هذه المجالس، من مجالس الخير ومجالس العلم أو مجالس الذكر أو مجالس التعليم. وإذا كان بعضهم منفردا لنفسه وقف أمام سارية في مسجد أو في موقع يذكر الله حتى يؤذن لصلاة العشاء. فكانت هي الأوقات المهمة. ثم الوقت الأخير وهو الوقت الرابع ما بعد صلاة العصر إلى المغرب، وكانت تسمى أوقات الروحات والتروح والروحنة. وكانوا يخصصون هذه الأوقات لقراءة كتب الرقائق وكتب الزهد وكتب الكلام عن الأولياء، كلام عن الصالحين. يتروحون في ساعة العصر لأنها آخر ساعة من ساعات اليوم، آثارها على العابد، على الزاهد، على الصالح الذي مر عليه يومه وكله في خير. وكانوا يجالسون فيها الشيوخ ويجالسون ليقرؤون عليهم ويأخذوا عنهم ويرتبطوا بهم. هذا الذي كان في أمة محمد على مدى تاريخها.